السلام عليكم. اكيد وانت بتلون واجهتك مشاكل كتير في الرسم، سواء اذا كانت النتيجه عندك بتطلع وحشه في الاخر، او اذا كانت النتيجه عندك في الاخر بتطلع مش مدموجه، مش متدرجه، التدريج عندك بايظ. ايا كان مشاكلك في الرسم، فانا هديك دلوقتي شويه نصايح انت محتاجهم عشان تطور في تلوين الالوان الخشبيه. يلا بينا نخش في اول نصيحه. واحد، انك تحافظ على سن الحق. يعني ايه يا محمد؟ اختصارا كده ان سن القلم يكون مبري زي ما انت شايف كده، القلم سنه مبري وتمام وزي الفل. طب لازمتها ايه يا محمد لما يبقى سنه مبري؟ يعني ايه لازمته؟ لازمته ان القلم لما يبقى سنه مبري بيوصل لطبقات الورقة الداخلية. بس كده في الورقة في هنا مسامات، فلما انت تجيب القلم وتبريه القلم بيخش جوه المسامات دي، وبالتالي بيطلع عندك الناتج في الاخر الورقة كلها مليانة لون. وكمان بيساعدك التحكم في ضغط القلم، وبالتالي وانك تتحكم ببعض التدريجات. دايما القلم اللي بيكون سنه حاد بيطلع اللون كويس وبيديك دمج اكتر سلاسة. انك تبقى شغال بطبقة خفيفة في الاول احد افضل الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تطلع معاك نتيجة كويسة في الاخر. بص، لما انت تضغط على القلم بشكل قوي فانت كده بتغطي الورقة باللون وبتشبعها باللون، فبالتالي ما يبقاش في مساحة انك تحط طبقة كمان فوق اللون اللي انت حطيته. طريقة انك تمسك القلم وتضغط عليه بقوة طريقة ما رشحلهاش خالص، بس ارشحها لك امتى؟ ارشحها لك لما تبقى في الفينش تكون خلصت كل الطبقات اللي انت كنت عايز تملاها، ويبقى فاضل بقى ايه، الورقة تبقى محببة كده مطلعة شوية حبوب بيضة. فانت تبدا ايه، تمسك اللون الابيض او تمسك اخف درجه في الالوان اللي انت ملونها، وتبدا ايه انك تمشي على اللون كده وبضغط بقوه، عشان خلاص انت كده فنشت، مش عايز تدرج، خلاص قفلت معاك انت كده خلاص. هو ده الموضع اللي انا بستخدمه لو انت عايز تضغط القلم بشكل قوي. غير كده بغض النظر عن انك بتستخدم الوان رخيصه او الوان غاليه، طريقه انك تستخدم طريقه الطبقات او انك تخفف في الاول طريقه حلوه جدا ان تحسن بيها نتائجك. لي ازاي يا محمد اعرف ان انا ايدي ما تتكش على القلم ضغط قوي، وازاي اخفف ايدي على القلم؟ انا اقول لك شويه تريكات انا بعملها شخصيا عشان ايدك تبقى خفيفه في اللون. واحد، حاول ان صوابعك تبقى راجعة لورا، ما تبقاش يعني رايحة على السن، فاهمني؟ او انك تستخدم جانب القلم بدل ما تستخدم سن القلم. ده برضو هيديك اريحية اكتر وانت بتحرك القلم، والدمج برضو يطلع معاك حلو جدا. وكل ده حاول ترسم باشكال دائرية اصغر، يعني ترسم دوائر صغيرة كده، مش الدوائر الكبيرة دي، ترسم دوائر اصغر، ده هيطلع معاك ناتج سلس اكتر. تلاتة، اتعلم تقنيات الدمج. بص، تقنيات الدمج، المزج، ايا كان انت بتقول عليها ايه، كتير كتير، بس احنا عندنا طريقة اساسية احنا بنستخدمها في الدمج، واللي هي ايه؟ تعالى أقول. زي ما وضحنا انك تحط طبقات كتير ده عامل اساسي من عوامل الدمج. وحتى لو طلعت النتيجة معاك في الآخر مش كاملة اللون أو الورقة محببة، فاحنا حلينا المشكلة دي أصلا، وإنك تجيب درجة أخف أو اللون الأبيض وتبدأ إنك تمشي اللون الأبيض على الرسمة، ومش هيأثر فيها حاجة صدقني. هو اللي هيعمله إن هو مثلا هيخفف بس الدرجة سيكة، وهيزيد من الدمج بتاعها، او تبتدي انك تبدا تلون بالدرجه الاخف دي عشان تطلع معاك النتيجه احسن من الاول. طبعا في طرق كتير زي انك تدمج بودانه، تدمج بمنديل، تدمج بصباعك حتى والله في ناس بيدمجوا بصباعه، بس انا بفضل طريقه انك تجيب لون الاخف او لون ابيض وتبدا ايه تختم بيه او تفنش بيه. ايا كان طريقتك للدمج لازم تجرب طريقتك الدمج الاول في ورقه خارجيه خلاف الرسمه اللي انت بترسمها، عشان لا سمح الله لو طريقة الدمج دي ما نفعتش، يبقى انت كده ما بوظتش لوحتك وتبدأ تجرب طريقة تانية وتالتة ورابعة لحد ما تظبط واحدة معاك. النصيحة الرابعة، زي ما تتعلم تقنيات الدمج فأكيد بديهي جدا هتتعلم تقنيات التدريج، صح؟ بص، في طرق كتير جدا للتدريج زي ما احنا قلنا، بس بما انك مبتدئ فمش هتستخدم غير هي طريقة واحدة بس. في طرق ان احنا بندرج باستخدام قلم واحد بس، بيستخدموا 3 أقلمة و4 وبيدخلوا نفسهم كده في حوارات كبيرة. فانا نصيحتي ليك كأنت لسه مبتدئ وعايز تخش في الاساس، درج بلونين بس، زي انك تجيب احمر غامق واحمر كده درجت، بني غامق بني فاتح كده درجت، اسود ورمادي ابيض كده درجت. يعني ده اظن اسهل حاجة انت ممكن تدرج بيها حاليا بما انك لسه مبتدئ، فاهم؟ خمسة، اتعلم من اللي حواليك وجرب حاجات جديدة. بما انك بتتفرج عليها دلوقتي فانا اظن انك عارف المعلومة دي اوريدي. الانترنت
الانترنت قدم لنا حاجات كتير ممكن نستفيد منها، ومنها انك تتعلم اي حاجة فعلا تخطر بالك هتلاقيها، ومنها برضو ايه الرسم. شوف الناس، تابع الناس اللي بترسم وشوف هي بترسم ازاي وتعلم منهم، ده مش عيب، احنا لسه مبتدئين. وكمان هم غلطوا صححوا، انت بقى شوف هم صححوها ازاي، هم اكيد غلطوا نفس اغلاطك، فانت شوف بقى ايه هتصححها ازاي. اكتب مثلا حل مشكلة كذا، انت واجهتك مشكلة لقيتها في القناة عندي، خش شوف الفيديو وممكن تلاقي حلها. انت عايز نصايح، انا عملت فيديو عن نصايح، فاهم يعني. صدقني الانترنت موجود بحاجات كتير هتفيدك. واكيد برضو لا ضرر انك تستخدم اساليب جديدة في الرسم، يعني في مثلا عندك ستايل رسم المانجا، في ستايل رسم الانمي، في رسم البورتريت، في بص حاجات كتير جدا. انت اساليب كتيرة في الرسم وستايلات اكتر في الرسم، استخدمها وجرب يمكن تعجبك 6. مش لازم ادوات غالية في الاول. ياه النصيحة دي انا قلتها كتير كتير كتير، وقليل اللي بيسمعوها، بيقولوا اسكت 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 مش فاهم حاجة. لا، انت اللي مش فاهم حاجة وانت اللي عبيط. ابدأ بالرخيص يا عم. طب انا يا محمد انا يعني مش عارف ابدأ بانهي الوان، فانا ارشح لك علبتين: الوان فابر كاسل مائية والوان فابر كاسل عادية. بص الصراحة الاتنين اجمل من بعض، بس اكيد انت ليك اسلوب معين في التلوين، انت بتلون بيه، سواء اذا كنت بتلون انمي او كنت بتلون بورتريت، فده غير ده. ويعني انت اكيد اسلوبك في التلوين انت عايز حاجه تناسبك انت. فانا هعمل فيديو مفصل عن العلبتين دول، الفيديو القادم ان شاء الله هعمله، وانت بقى ايه شوف دنيتك تشتري انهي واحده منهم. 7، وانك تحط حاجه تراجع منها. يعني ايه يا محمد حاجه راجع منها؟ يعني مثلا شايف انت اللي انا عامله ده، ايوه ده، اللي انا عامله ده عباره عن تقسيمه كده. اول ما انا جبت الوان فابريكاس الجولد اللي هي دي، اول ما انا جبتها حطيت كده تقسيمه ان انا اراجع منها لو انا تهت، او اللون ده بيطلع درجه كذا، ولو انا دمجته مع ده هيديني كذا، فاهم؟ مرجع ليك بحيث انك لو تهت او نسيت في يوم من الايام ترجع لهذا المرجع اللي انت عملته، وتبدا انك تتذكر اللي انت كنت بتعمله زمان. 8، انك تستخدم ورق بجودة عالية. الله، كان نفسي حد يقول لي النصيحة دي من زمان. انا كنت بقول في الاول مش لازم الوان غالية ومش لازم ورق غالي، بس لا لا، مش لازم الوان غالية بس الورق لا. ده احرص انك تجيب الورق بجودة عالية، لان فعلا يعني الورق بيفرق جدا في التلوين. رسمتك مش على ورق طباعة او ورق كراسة زي نتيجتها في سكتش، استحالة. انا في بداياتي كنت بستخدم الورق الطباعة الاي 4 ده في الرسم، وكان بيديني نتيجة صراحة يعني حلوة مقارنة بيه، بس فاهم كانش الانسب. بس انا لما جيت اجرب ان انا اشتري سكتش، فعلا لقيت فارق تاني خالص. لقيت ان اللون بيندمج عندي اسرع واحسن من الاول، وكنت بلاقي سلاسة في التلوين، وكنت بلاقي برضو سلاسة في الدمج، وحاسس ان انا بستمتع وانا بلون. حاسس ان احسن ورق انت ممكن تستخدمه للالوان الخشبيه بالذات هو الورق الكرافت، انصح بيه بشده. وفي ورق تاني اللي هو الكانسون، بس غير اللون الابيض. ورق الكانسون 150 جرام، ورق سكري او اي لون من الالوان الترابيه الفاتحه. وفي ناس برضه بيحبوا يعني يلونوا على ورق الكانسون اللي هو لونه بني، بس انا ما بحبش صراحه الالوان الغامقه قوي دي، فبحب الالوان. بص انا شخصيا مش ثابت على ورق معين، ما بين الفترة والفترة بجدد الورق اللي أنا بستخدمه، بحيث إن أنا أثبت على نوع معين أنا حابه. 9، وهي الممارسة. أنا دايما بقولك الممارسة، مش الألوان الغالية أو الألوان الرخيصة هي اللي هتوصلك للاحتراف. صح؟ حاليا بشوف ناس بما فيهم أنا قبل منكم بيشترون ألوان غالية ويستنوا الصورة المثالية أو الرسمة المثالية عشان يبدأوا يرسموا بيها. هتقولي خوفا إن أنا أهدر الألوان ديت على رسومات تانية ما تستحقش. وجهة نظرك تحترم، بس أنا ليا وجهة نظر تانية. وأنت ما اتدربتش على الألوان دي، مين اللي هيتدرب عليهم؟ لو أنت ما اتدربتش على الألوان دي مش هتعرف تتعامل معاها. لو فعلا جت الرسمه او الصوره الحلوه قوي اللي انت عايز ترسمها دي، مش هتعرف تتعامل معاها وهتبوظ الدنيا وهتخربها. مش هتخربها بمعنى انك هتبقى حلوه، لا، هتخربها بمعنى انك هتخربها هتبوظها.
اغتنم كل فرصة لاستخدام ألوانك، واغتنم كل فرصة لاستخدام ورقة الرسم، واغتنم كل فرصة لتجديد واستخدام كل شيء. مش هتبقى فنان من أول مرة، أو حتى من خلال إنك تشاهد فيديوهات تعليمية بس كده من غير ما تطبق. لأ، طبق ومارس وتعلم وجرب واغلط وصحح. خدت بالك معايا؟ مش عيب، مش عيب، مش عيب. وبس كده، ده يكون اخر الفيديو. سايب لك رابط صفحة التيك توك بتاعتي تحت في الوصف، خش تابعني هناك. لايك، شير، تعليقك الجميل واشتراكك في القناة هيشرفني جدا. والسلام عليكم.